السلام عليكم. رئيس الأركان الإيرانية طهران تمتلك خبرة 40 عاما في تصنيع الطائرات المسيرة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. سلط رئيس الأركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري يوم الثلاثاء الضوء على القدرة المحلية لبلاده في صنع الطائرات بدون طيار، وقال إن البلاد لديها 39 عاما من الخبرة في تصميم وبناء الطائرات من دون طيار وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية إيرنا. وأضاف باقري في مؤتمر وطني حول دورة ومكانة العلوم والتكنولوجيا في الدفاع المقدس: يتم تصنيع الطائرات بدون طيار اليوم داخل البلاد من التصميم إلى الطيران. وأكد باقري أن امتلاك هذه القدرة يعد إنجازا كبيرا. ومن ناحية أخرى، وصف رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في كلمة حرب الخليج الأولى من عام 1980 إلى عام 1988 بأنها دفاع مقدس. كما انتقد باقري الدول الغربية على حديثها عن حقوق الإنسان، بينما قامت هي بتطوير أسلحة كيماوية ممنوعة وقامت بتجربتها خلال الحرب العراقية على مواطنين الأحباء بحسب تعبيره. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.